السلام عليكم. لايجيبشن امريكان فويس، احنا بنسجل مجموعه من المصريين هنا اهوت. ايه رايكم في الاحداث اللي بتحصل في مصر؟ اسم حضرتك؟ محمد يوسف. استاذ محمد يوسف. الحاج رشيد. الحاج رشيد محمد. دلوقتي استاذ محمد، ممكن حضرتك تقول لنا ايه رايك بالنسبه للاحداث اللي بتحصل في مصر حاليا دلوقتي، والوضع الحالي والمظاهرات اللي هي في رابعه، وتصرف الجيش مع الاخوان هناك والوضع اللي حاصل؟ والله بالنسبه للوضع اللي حاصل في مصر ده، ما كانش المفروض ابدا ان الرياكشن اللي حصل من الاخوان المسلمين على الشعب المصري ما كانش المفروض ان هم يعملوا كده. اما بالنسبه لموقف الجيش، فانا بعتقد ان الجيش اتصرف التصرف الصح، والجيش الى حد ما بيعامل حتى الاخوان على انهم مصريين زيهم زي الطرف الثاني. تمام. بالنسبه للناس اللي واقفين في رابعه العدويه دول، الناس ديت يعني انا ما اعتقدش ان هم فاهمين الامور صح. تمام. والقاده بتاعتهم كذبوا عليهم ونزلوهم، واكبر مثال على كده الاخ اللي ارتكب الجريمه في اسكندريه، اللي كان بيحدف الولاد من فوق من على سطح العماره، وهو دلوقتي حتى ندم ومش هو حاسس انه كان مغيب. تمام. فده اكبر دليل على ان الناس حتى اللي واقفه في رابعه العدويه هي مش عارفه هدفها ايه ولا عارفه عايزه ايه. لو حضرتك عايز تبعت رساله للجيش المصري والفريق الاول عبد الفتاح السيسي، تقول له ايه؟ الفريق الاول عبد الفتاح السيسي، انا في رايي الراجل ده يدخل التاريخ من اوسع ابوابه، لانه حمى مصر من شرور ناس كانوا ممكن يخربوا البلد ديت. والاخوان المسلمين بالنسبه للفولورز بتاعتهم، فدول اخواننا وشعب مصر زينا. اما بالنسبه للقاده، هي مشكلتنا مع القاده. اما الراجل اللي واقف في رابعه العدويه، طالما واقف سلمي وبتاع، احنا ما عندناش اي مشكله معاه. حضرتك شفت التصريح بتاع البلتاجي وهو بيقول في حاله الافراج عن محمد مرسي او رجوع محمد مرسي احنا هنبطل العمليات الارهابيه في سيناء؟ ده انا شفت الحوار ده، وده اكبر دليل على انه متورط في الاحداث اللي بتحصل في سيناء، وانا اتمنى ان الجيش يقبض عليه ويحاكمه. تمام. لان البلد اللي هو بيتكلم عليها دي مصر. تمام. فهي زي ما هي بلدي هي بلده، فالمفروض ما يصدرش منه كلام زي ده. استاذ محمد، حضرتك قلقان على مصر؟ طبعا. من مين؟ قلقان من الاخوان. من الاخوان. بس انا برضو عندي اطمئنان الى حد ما طول ما الجيش بيحمي مصر. تمام. لو حضرتك عايز تبعت رساله طب للجيش والشرطه والشعب، تقول لهم ايه؟ اتمنى ان دورهم اللي هم قايمين بيه يستمر على نفس النمط، فده هيخلينا احنا حتى في الغربه مطمنين على بلدنا. شكرا يا استاذ محمد. الحاج رشيد. نعم. ايه راي حضرتك في اللي بيحصل في الاحداث في مصر؟ والله سبقني الاستاذ محمد يوسف وقال كل حاجه انا كنت عاوز اقولها. تمام. بس انا ليا سؤال، الناس اللي واقفه في الرابعه العدويه دول عاوزيننا ازاي نصدقهم ان مرسي يطلع ويكمل مدته؟ تمام. امتى هو كان صادق في كلامه؟ من يوم ما تولى. تمام. يعني احنا فقدنا الثقه فيه، وعشان كده قمنا بالثوره دي. تمام. او الجيش انقذ البلد واتصرف التصرف الحكيم ده اللي هو انقذ بيه البلد. طيب، لا. امتى بقى احنا نصدق الجماعه دول خليهم يرجعوا مرسي، او احنا نوافق على انهم يرجعوا مرسي؟ تمام. دلوقتي حضرتك لو عايز تبعت رساله لشباب بتوع مصر والجيش والشرطه، تقول لهم ايه؟ انا اقول للجيش والشرطه فداكم الله وربنا معاكم، وصراحه وقفتم موقف انساني وبطولي. والناس هنا الاغراب اللي هم من جنسيات تانية بيقولوا لنا الجيش المصري دي والشرطه المصريه وطنيه 100% مش 100%. طب حاج رشيد، مع احترامي لحضرتك، انت مقتنع ان في فعلا كانت مؤامره بتدبر ضد مصر؟ طبعا 100% دي مفهومه لاي انسان. ده كنا هنوصل لمرحله صعبه جدا جدا، اكتر من الحرب الاهليه كانت تحط مصر. ربنا انقذ مصر ان المؤسسات توقف على رجليها. تمام. القضاه والشرطه والجيش الحمد لله هم دول اللي انقذوا مصر. طب لو حضرتك عايز تبعت رساله للفريق اول عبد الفتاح السيسي، تقول له ايه من نيويورك من هنا؟ اقول له حماك الله، انت دخلت زي ما قال الاستاذ محمد، دخلت التاريخ من اوسع ابوابه، وربنا ينصرك، ربنا معاك، وان شاء الله انت يعني بطل من الابطال المسؤولين في التاريخ، زعيم الزعماء. ولو عايز تبعت رساله لاخواتنا المصريين برضو اللي هم مصريين مهما كان، اللي موجودين في رابعه العدويه، تقول لهم ايه يا حاج؟ اقول لهم كفايه خداع، بيخدعوكم وبيغشوكم.
فوقوا لنفسكم، دي بلدكم. ومن امتى مرسي كان صادق؟ انتوا ازاي تصدقوه؟ وازاي ده مش معقول ابدا. ده كان كاذب بكل تصوراته، والا ما كناش قمنا بالثوره ضده. تمام. تفتكر حضرتك الاخوان معمول لهم كونتاكت مع تنظيم الاخوان الدولي بره، مع ناس تانية، وبأمارة ان هم كانوا بيحاولوا يستقوا بالغرب وبيستقوا ببلاد تانية ضد جيش بلدهم وضد الشعب المصري؟ انت قلتها كلمة مظبوطة. ده الاستقواء بالخارج هو ده السبب في ان هم واقفين دلوقتي رابع عدوية، وده اكبر خيانة. ديت اكبر خيانة. واستاذ محمد، لو عايز تقول للشعب المصري حاجة عن الجيش المصري تقول لهم ايه؟ والله الشعب المصري المفروض يعتبر نفسه محظوظ ان عنده الجيش ده. والناس اللي بتعتدي على الجيش بتقول لهم ايه؟ الناس اللي بتعتدي على الجيش لازم يفكروا مليون مرة ان هم بيحاولوا يعتدوا على جيشهم. تمام. والناس اللي تحاول تعتدي على جيشها فالناس دي بترتكب جريمة خيانة. وبعدين بالنسبة للإخوان الجماعة اللي هم قلت قبل كده اللي في رابعة العدوية دول، الناس دي احنا ما عندنا بقية الشعب ما عندوش اي مشكلة معاهم، لان دول مصريين زينا زيهم. تمام. بالنسبة ان هم بياخدوا اوامر من التنظيم الدولي بتاعهم، مش الولاد اللي واقفين عند رابعة العدوية، اللي بياخد القادة بتاعتهم. القيادات هي اللي متصلة بالتنظيمات الدولية. تمام. واللي واقفين عند رابعة هم يعني اللي مغيبين ومظلومين في الكلام. شاكرين جدا يا رجاله، وكل عام وانتم بخير بمناسبة رمضان. طيب يا سيدي. كل سنة وانتم